السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف احوالكم؟ اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد المشتريات ديالي للمطبخ، وكذلك هاد الكيك الرائع المميز بمذاق الشوكولا اللي كنعشقوه. باش يكون الفيديو ممتع ومفيد خليكم معايا وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. نبداو بالكيك. اول شيء عاد ننتقلوا باش نشوفوا المشتريات، ندخلوه الفران عاد نشوفوا شنو شريت. المهم باش ما نطولش عليكم، كيك بمكونات بسيطه كما كتشوفوا، ولكن البنات واحد المذاق راقي ومميز. خديت واحد البرتقاله وحكيتها باش يعني نكه بالبرتقال. عندي جوج ديال البيضات، عندي كاس كبير يعني ربع لتر ديال ياغورت سائل. ياغورت سائل بحال دانا بحال هكا. بامكانكم تعوضوه بالحليب. عندي نص كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال السكر، وعندي معلقه عامره ديال الشوكولا الخاص بالدهن، وعندي معلقه ديال الكاكاو باش نعزز النكهه، وجوج ديال لي ساشي ديال خميره ديال الحلوى بيكين باودر واحد 16 غرام، وعندي جوج كيسان ونص ديال الدقيق حتى ل3 على حسب. انا نقول لكم بالضبط شحال دخل. صافي بسم الله. البيض والسكر ضفت لهم، ما غنكملش هذا الكاس باش ما تجينيش حلوه بزاف. وغادي نخدم، انا كتعرفوا لي ما كنبغيش الحلاوه، حتى يترغوى الخليط بهذا الشكل هذا. وغنبقى نضيف الزيت. هذه طريقه ماشي غير لهاد الكيكه، اي كيك كما كتعرفوا كنخدموا بهذه الطريقه هذه. صافي كنأكد ربع لتر يعني كاس كبير، ماشي كاس العنبه دي، اما د الحليب اما ديال الياغورت سائل كما درت انا، كيجي بنين يعني كيبقى لذيذ على الحليب من طبيعه الحال. هاد المعلقه هذه كنأكد ديال الشوكولا الخاص بالدهن، كتجي البنات معلكه وكتجي خفيفه. بامكانكم، حنا تعودنا كنخدموا بلا كونفيتور، هاد المره عوضت لا كونفيتور بالشوكولا الدهن. بامكانكم ديروا لا كونفيتور وتستغناو على هاد المعلقه ديال الكاكاو. انا غير باش تجيني بالنكهه الشوكولا بغيتو. كاين الاخوات في التعاليق اللي ما كيبغيوش لي كيكه الشوكولا، عادي غديروا لها لا كونفيتور. غادي نغربل الدقيق. عندي كما قلت لكم في الاول 3 ديال الكيسان ديال العنبه، ولكن ما دخلوليش كاملين، دخل غير 2 كيسان ونص. في الاخير عاد كنديروا البيكين باودر ولا خميره الحلويات حتى المرحله الاخيره نهائيا. كما كنأكد 2 كيسان ونص، كيبقى حسب حجم البيض والامتصاص ديال الدقيق. صافي بهذا الشكل هذا. ملي ديروا الخميره البنات ما تبقاوش تخدموا بزاف، غير واحد التخليطه خفيفه. صافي غنجيب المول اللي فرشته بابي سولفيريزي. انا ما كنبغيش الكيك عالي بزاف، يعني واخده الطاوه القطر ديالها 30 على 25. بغيتوا الكيك ديالكم يجي عالي اكثر ديروا المول اللي يكون صغر من هذا. شعلت الفران وغندخلها طيب، وغنمشيو نشوفوا شنو شرينا والمعانات ديالنا. هاد الكرتونه البنات فيها الماعن اللي كنحماقوا عليهم كاملين، فيها معانات ديال تركيا، طبيصلات وحويجات اخرين، دي تروك اخرين باثمنه جد مناسبه. البنات صادفتهم وشريتهم. غنقتسم معكم، غنوريكم شنو خديت. ثقيله عليا نحطها، وعاد ان شاء الله نوريكم بالتفصيل شنو خديت. تابعوني. بسم الله على بركه الله. صافي الكيك ديالنا في الفرن. في هذه الاثناء عطيوني رايكم وشوفوا معايا شنو شريت. ديما كنبغيو الجديد، كنبغيو التجديد، برغم ان كيكونوا عندنا المعان يعني كيطلعوا لنا في راسنا. وسيرتو الاثمنه كما قلت لكم مناسبه، كتراوح ما بين 3 دراهم 30 درهم. هادو اللي خديت هادو الثمن ديالهم 3 دراهم البنات. كيصلحوا هكا للزويتنات، كيصلحوا في الفطور، يكون فيهم لا كونفيتور الزيت. نتوما كتعرفوا الشكل ديالهم زوين، والثمن كما قلت لكم كيبقى 3 دراهم. خديت منهم 6 ديال الوحيدات. كيفاش جاوكم؟ وكذلك خديت هادي بحال الفراقه، كتجي للمملحات ولا كتجي اصلا للفطور، كيصلح فيها حتى كما قلت لكم. هذه البنات الثمن ديالها 20 درهم.
انا بانوا لي الاثمنه مناسبه. هذا يعني اما يجي الكيك مدور ولا يعني يعني الماكله كما كنقولوا نصبوا فيه ولا نغرفوا فيه الماكله. هذا خديته ب20 درهم. هاد السيد ولا هاد البائع اللي خديت من عنده البنات، علاش عنده هاد الاثمنه؟ حيت ما عندوش محل، عنده يعني كيجيب واحد الطونوبيل كبيره وكيحطها وكيبيع فيها. كاينه البنات بالنسبه للمهتمين واللي كيسكنوا في القنيطره، كاين في ولاد وجيه في الشارع. هذا الكيك طويل خديت منه جوج. هذا الثمن ديالو 15 درهم. يصلح بحال هكا، يصلحوا بزاف. راه الحاجه ملي كتكون في الدار كنعرفوا كيفاش نوظفوها ولا فاش نستعملوها. وبالسلامه والعافيه للمملحات في رمضان ان شاء الله. حنا ضروري هاد المعن كاملين ان شاء الله غادي نستعملوهم وغنشوفوهم في الشهيوات ديالنا. اصلا الكيك ان شاء الله غنقدموا لكم في شي تبصيل من هادو. كما قلت لكم هادو كيبقى الثمن ديالهم 15 درهم الواحد. والبنات كما قلت لكم اللي مهتمين ولا اللي كيسكنوا في القنيطره، انا خديتهم من القنيطره وجبتهم معايا. ديكشي علاش كتشوفوا لومبالاج بحال هكا. خفت نجيب كتر حتى البلاصه ما عنديش. هادو هما اللي عجبوني في الحقيقه، وجاني الثمن ديالهم جد مناسب، 3 دراهم يعني كيبقى في المتناول. وهادو البنات هادوك ب3 دراهم وهادو ب4 دراهم، وكاينين اللي صغر منهم شي شويه ب3 دراهم بحال هادوك الاولين اللي وريتكم نفس الثمن. ما بغيتش ناخذ انا دوك الصغيورين بزاف، هادو بغيتهم الكيك. ملي كندير انا خديت الطبسيل الكبير، انا غنوريه لكم عندي لتحت هو في الاسفل. ملي كندير الكيك باش ملي نقطع القطع ديال الكيك يعني لقات بيصلات فاش كل واحد ياخذ يعني لاباغ ديالو. هذا هو الطبسيل اللي قلت لكم، هذا هو الطبسيل الكبير. هذا البنات كيسوى 30 درهم. كما قلت لكم المشتريات هو اصلا عنده هذا هو يعني الاثمنه كتراوح ما بين 3 دراهم، عنده حتى شي طبيصلات ديال 2 دراهم. هذا ب30 درهم. هذا بغيتو الكيك، بغيتو يجي الحلوى، يجي لاي حاجه. وباقي واحد هذا الثمن ديالو يا ربي هذا 20 درهم. هذا الثمن ديالو 20 درهم. وباش عجبوني البنات ماشي ثقال بزاف. هادوك البويض الاخرين اللي عندي اللي كنستعملو فاش كنحضر هادو الشهيوات ديالنا ثقال بزاف. وهادو كيبقاو يعني صافي البنات خصني نجمع نمشي نطلع الكيكه لا تمشي تحرق لي. وهذه هي المجموعه ديالي اللي خديت. دابا كيخصني نمشي نشوف الكيكه وعاد نغسلهم، ويا ربي نلقى لهم بلاصه في البلاكار مع البلاكار الحمد لله اصلا عامر. انا البنات من النوع اللي ما كنخبيش يعني الماعن، تيجيو الضياف ولا تيجي هذا ولا تتكون كيخصني انا ووليداتي نتمتع بهم، نحط فيهم بحال هاد الفراقه. بغيتها ان شاء الله للفطور نبقى نحط فيها كما قلت لكم الزيت والزيتون مع لا كونفيتور. شوفوا عن قرب البنات وخليوا لي رايكم، وكنتمنى نكون فتكم خصوصا البنات اللي كيسكنوا في القنيطره. ونمشيو نشوفوا الكيك في هذه الاثناء. وهذا هو الكيك ديالي صافي طاب. هنا خديت واحد المعلقه عامره مزيان ديال الشوكولا الخاص بالدهن، غنضيف عليه واحد شويه ديال الحليب عادي غير بارد، وغنبقى نخدمه حتى ينسجم. ما تكثروش البنات الحليب في الاول باش ما يجيكمش خفيف. نتوما كتخدموا وباش ما يغلبكمش يعني ينسجم لكم بسرعه، نتوما كتخدموا ونتوما كتضيفوا الحليب تتحصلوا على الكثافه المرغوب فيها. وهذا هو الشكل. وانا زينته بهذه الطريقه، درت له الكوك في الجوانب جوز الهند، وقطعت منه قديت له باش يقدني في الطبسيل الجديد اللي شريت. هذا هو لونسومبل كما شفتوا اللي شفنا مع في المشتريات. كيك يعني مكونات بسيطه عاديه ولكن مذاق راقي البنات، كيجي معلك وخفيف بزاف. وما كانش عندي بابي سيلفيريزي في الطاوه ما غنقدرش نهزو. شوفوا عن قرب الشكل ديالو. كنتمنى الفيديو يكون ممتع ومفيد في نفس الوقت. خليوا لي رايكم في التعاليق، دعموا قناتكم
وإلى اللقاء متتبعي الأوفياء، أحبكم في الله، والسلام.